السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد بنتكلم فيه عن المؤتمر الصحفي للمنتخب، واللي كان فيه حسام حسن وتريزيجيه. طلع طبعا بتصريحات غريبة جدا. المدير الفني حسام حسن بيعلق عليها الأستاذ محمد فارس المذيع بقناة الأهلي وبرنامج الأهلي خط أحمر على صفحته، بيقول يعني ايه المدير الفني المنتخب يطلع يقول طالما الانديه بتقول الاجنده الدوليه يبقى مفيش تاجيلات، ودي قصاد دي؟ ايه لغه الحوار ده من مدير فني لمنتخب مصر؟ انت مين اصلا فهمك ان ده قصاد ده؟ الاجنده الدوليه دي لوائح الفيفا، والتاجيلات دي كل ماتش فيها كان وفقا للوائح الاتحاد المحلي ولجنه المسابقات قبل بدايه الموسم. انت مفكر انها منحه ولا مجامله للانديه، ولا كان حد عنده صلاحيه ما ياجلش للاهلي ماتش واحد واللائحه بتقول غير كده؟ انت لا تملك اصلا انك تقول يتاجل او لا، انت لا تملك اصلا انك تقول يتاجل ولا لا. انت اختصاصك مدير فني للمنتخب، لا انت رئيس اتحاد كوره ولا رئيس الرابطه. اقسم بالله العظيم اعظم قرار اخده الاهلي اخر كام سنه انه تعامل مع الجهاز الفني ده باللوائح وبالورقه والقلم وبدون الخضوع لاي مزايدات وشعارات باسم الوطنيه. بيكمل محمد فارس وبيقول طب ما تحكي يا كابتن حسام مين اصلا اللي ما تعاملش بمبدأ التفاهم، ومين اللي ما التزمش بكلمته مع الانديه؟ الاهلي كان داخل على ماتش حاسم في افريقيا، وانت كنت هتلعب دوره وديه خارج الاجنده، وكلمت خالد بيبو عشان اللعيبه تتواجد، وكولر كان رافض فكره تواجد اللعيبه خارج الاجنده، وده حقه وحق النادي. المسؤولين في الاهلي كبروك وقالوا نصا دي اول تجربه للمنتخب ولازم نقف مع حسام وابراهيم، ووافقوا على تواجد اللاعبين وطلبوا منك التنسيق مع كولر. كابتن خالد بيبو عمل مكالمه معاك مع كولر، وعدتهم بانك هتراعي الماتش اللي عند الاهلي، واللعيبه هتلعب لعدد دقايق محدد عشان الاجهاد. عملت انت ايه بعدها؟ ما التزمتش بولا كلمه في الاتفاق، لا وكمان طلعت تصرح تصريحات استفزازيه، واتصاب امام عاشور في الكتف في ماتش نيوزيلندا ومحدش حتى قال للاهلي شكرا. ده كمان الاهلي تهاجم. عايز ايه يتعمل من الاهلي بعد ما انت ما قدرتش المسؤولين وكولر اللي ساعدوك وما كبرتش لحد؟ وكمان بعد كل ده طالع تقول لنا مفيش تأجيلات ودي قصاد دي؟ يا كابتن حسام نصيحة ليك، خلي حد يتكلم بدالك. منتخب مصر تدريبه مش تدريب الأندية المصرية ولا تدريب المصرية للاتصالات. منتخب مصر يعني كل كلمة وكل تصرف للمدرب بتاعه لازم تكون محسوبة. طبعا كان تعليق ناري جدا وواضح من محمد فارس ان هو بيتكلم بيعلق على حسام حسن ان تعليقاته كلها او يعني تبريراته كلها غير منطقية، وكمان ما بيعرفش يتكلم كويس ويعبر عن اللي هو بيقوله او الفكرة اللي عايز يقولها. ده اللي انا قلته قبل كده، وقلت ان حسام حسن ما بيعرفش ولا لابق ولا بيعرف يتكلم ولا بيفهم لغة الأسئلة اللي ساعات بيبقى فيها أفخاخ. وكولر من ضمن الناس الأذكياء جدا اللي بيعرف يتعامل مع الأسئلة دي، بيعرف يرد كويس جدا. ممكن ياخد موقف في غرفة الملابس أو في قرارات داخل الملعب، ولكن مش كل حاجة تتقال في المؤتمر الصحفي. أنا بحس إن حسام حسن إن هو قاعد في مصطبة بيحكي وبياخد راحته وبيقول اللي هو عايزه وخلاص. حتى بيكلم الصحفيين بيقول لهم زي ما انتوا فاهمين زي ما انتوا عارفين، اللي هو انتوا كده اي كلام وخلاص. فبصراحة نصيحة محمد فارس نصيحة يعني المفروض ان هي يراعي فيها انه لازم يطلع متحدث رسمي للمنتخب يعرف يتكلم، لان لا هو ولا اخوه بيعرفوا يتكلموا.